أهلا بيكم يا أحلى متابعين في قناتكم قناة أليشا ستوريز. هنقدم لكم أحلى القصص، علشان كده يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ. بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا اسمي مروة، متجوزة وعندي 25 سنة، متجوزة في بيت عيلة. أنا وجوزي لينا شقة وحماية محمود له شقته. من وقت ما اتجوزت وأنا وجوزي متعودين مع بعض إننا نعمل العلاقة كل يوم. كنت بحبه قوي وهو بيحب مني الحاجات دي قوي. بصراحة كان مهنيني قوي ومدلعني، وكان ممتعني على الآخر، وكنت بحس إنه بيشتاق ليا قوي وهو في الشغل. لما كان بيروح شغله كان بيرجع جري، وأول ما يدخل يقول لي: جاهزة؟ كنت أقول له: جاهزة يا حبيبي. وكنا ندخل الأوضة مع بعض ونعمل علاقة حلوة قوي مع بعض. كان بيدلعني قوي قوي وأنا كنت بحبه قوي، وهو كمان كان بيموت فيا. من أول ما اتجوزني كان بيقول لي: لما أطلب منك الحاجات دي ما تقوليليش لأ، وعايزك دايما لما أرجع من الشغل تكوني جاهزة ومستنياني. وأنا كنت بقول له: ماشي يا حبيبي، وأنا كمان ما بقدرش على بعدك. كنت بحبه قوي واتعودت قوي على الحاجات دي منه. لما كان بيجيله سفريات بسبب الشغل كنت بقوله ما تغابش عليا، وكان بيسمع كلامي، وكان يسافر الصبح بدري ويرجع بالليل في نفس اليوم، علشان كان عارف إني ما أقدرش أستغنى عنه أبداً. وهو كمان ما كانش بيقدر على بعدي عشان موضوع العلاقة الحلوة دي اللي كنا بنعملها كل يوم. كنا واخدين قوي قوي على الوضع ده، وكنا مبسوطين مع بعض قوي. وفي يوم كده جوزي جت له سفرية شهرين برا البلد خالص. بصراحة زعلت منه قوي إنه وافق، وقلت له: لا ما تسافرش، أنا ما أقدرش أستغنى عنك، وإنت عارف بسبب إيه. أنا ما أقدرش أبعد عنك ومش عايزاك تبعد عني أبدا. جوزي قال لي: معلش، لازم أسافر عشان أقدر أجيب لك كل حاجة، عشان أجيب لك يعني كل اللي إنت بتتمنيه، عشان ما يبقاش نفسك في حاجة أبدا. قلت له: ماشي، بس خدني معاك ونعيش مع بعض وهعمل لك كل اللي إنت عايزه. قال لي: ما ينفعش، الشغل اللي أنا رايحه هبقى طول النهار فيه، وهبقى مشغول قوي بالليل كمان، وهبقى أرجع متأخر قوي وأنام متأخر. مش هتقدري تستحملي تقعدي لوحدك أوقات طويلة كده، فخليكي هنا في البيت مع أبويا عشان تشوفي طلباته وتاخدي بالك منه. معلش استحملي شوية، هنحوش عشان أجيبلك كل اللي نفسك فيه، وخليكي مش محتاجة حاجة أبدا. ولما أرجع هظبطك كتير قوي وهنعمل زي ما كنا بنعمل. بصراحة اتضايقت من كلامه قوي، لكن وافقت على كلامه وأنا متأثرة. وبعد ما سافر كنت بقعد متأثرة في شقتي وزعلانة. كنت بشوف الشغل اللي ورايا في الشقة وبعمل الأكل، وبعدين لما كنت بدخل الأوضة بتاعتي كنت بحس إن جوزي وحشني وأنا قاعدة مع نفسي على السرير. كنت بعمل شوية حاجات كده عشان أرتاح وأحسس نفسي إنه معايا، وكانت بتعدي عليا الأيام على كده. في يوم كده حماية اتصل بجوزي واشتكله مني، قال له إني على طول قاعدة في شقتي لوحدي. فجوزي اتصل بيا وقال لي: لازم تنزلي تحت تقعدي مع أبويا، أو هو يطلع لك في شقتنا علشان تاخدي بالك منه ومن طلباته. قلت له: حاضر، أنا هبقى أنزل أقعد معاه يوم وهو يبقى يطلع يقعد معايا يوم. ومع الوقت بقيت كده على طول، أقعد مع حماية في شقته أو هو يطلع يقعد معايا، وكنت باخد بالي كويس من طلباته. كنت بشوف شغل الشقة وعمل الأكل والتنظيف. بقيت اليوم كنت أقعد مع حماية، نقعد نتفرج على التلفزيون ونتسلى بأي حاجة نتفرج عليها على النت، ويعدي اليوم على كده. مع الوقت كنت باخد بالي إن حماية بيجي عليه وقت ويدخل الأوضة ويقفل على نفسه. في الوقت ده كنت مشغولة شوية في شغل البيت، فما كنتش عارفة هو بيعمل إيه بالظبط في الأوضة. لكن في يوم كده وأنا معدية جنب باب الأوضة سمعت صوت طالع من الأوضة. بقيت مستغربة مش عارفة إيه هو الصوت ده. لما قربت بودني على الباب سمعت صوت طالع من صوت الموبايل، يعني معناه إنه واحد وواحدة كده مع بعض. بصيت من خرم الباب لقيت حماية في وضع يعني زي ما انتم فاهمين، بيحاول يرتاح، ولقيته فاتح التليفون وبيتفرج على فيلم من اللي هم كده. ولما بصيت على حماية بقيت مستغربة جدا. قلت لنفسي: يا ده اللي عنده مش زي اللي عند ابنه خالص، ده حماية اللي عنده 50 سنة شكله كده أجمد من ابنه الشاب الصغير، مع إنه يعني راجل كبير. وكنت بقول يمكن الوحدة والحرمان خلوه ما بقاش يفكر في الحاجات دي عشان يعني مراته متوفية من زمان. بس أنا بعد اللي شفته ده حسيت إنه أصلاً جامد. وكمان اللي بيشوفه ما بيدلوش سنه خالص، الناس على طول بتفتكره أصغر من 50 سنة يعني.
فضلت أتفرج عليه من ورا الباب، ولما كنت ببص على حماية من خرم الباب وبتفرج عليه كنت بتخيله إنه معايا، وكنت بحب قوي اللي أنا شايفاه ده، وكنت بحس كده يعني إني نفسي أتعامل معاه وكده. بس كنت بقول لنفسي لا لا طبعا، المفروض ما ينفعش. وفي يوم وأنا قاعدة بتفرج على الشاشة مع حماية لقيته قايم عشان يدخل الأوضة ويقفل على نفسه. قلت له أنت رايح فين؟ قال لي هدخل الأوضة عشان أريح شوية. قلت له خليك قاعد معايا. قال لي لا لا، أنا بحب أدخل الأوضة أقعد مع نفسي شوية. قلت له ماشي براحتك، على فكرة أنا سمعتك. فهو اتكسف وقال لي إيه يعني سمعت إيه؟ قلت له أيوة سمعتك يعني وإنت كده. فهو بص في الأرض وما ردش عليا. قلت له مش مشكلة، ما أنت كتر خيرك برده، أنت راجل يعني محروم من المواضيع دي من زمان عشان مراتك متوفية من سنين، الله يكون في عونك يعني. فهو سكت وما ردش عليا ودخل الأوضة يعمل زي ما بيعمل. مع الوقت بقينا نقرب من بعض أكتر، ولقيت يعني معظم الأوقات إن حماية ما بقاش يدخل الأوضة كتير، وبقى يقعد معايا يعني وأنا بنظف في الشقة وبعمل اللي ورايا، وبنقعد مع بعض نتفرج على التلفزيون ونتعشى سوا. يعني أنا مع الوقت ما بقيتش اتكسف من حماية خالص، وبقيت ألبس يعني بيجامات صيفي كده خفيفة وحاجات يعني من اللي الستات بيلبسوها في البيت لما بيكونوا قاعدين لوحدهم أو مع جوازهم. يعني ما بقيتش ألبس يعني لبس مقفل زي الأول. كنت بحس إن أنا يعني عايزة أبقى براحتي وعادي. كنت كمان يعني شوية بحس إن اللبس ده بيحسسني بقوتي كده، وبحس إن أنا واحدة ست. ومع الوقت حسيت إن حماية بيبص عليا كده، وبقيت فرحانة يعني بنفسي باللبس اللي أنا بلبسه قدامه ده. لكن في يوم كده لقيته بيبص عليا جامد قوي، وعينيه كانت بتاكلني أكل. بقيت مستغربة من بصته دي، وفي نفس الوقت يعني مبسوطة بيها شوية، ويعني ما حبيتش إن أنا أبين له إني فاهماها وعديتها. لكن في نفس اليوم دخلت الأوضة بتاعتي كده بعد ما خلصت شغل البيت، قلت أريح شوية. ولما كنت في الأوضة يعني كده ومريحه، حسيت إن جوزي وحشني قوي، وقعدت يعني إن أنا كده أحاول مع نفسي. يعني كنت بفتكر جوزي حبيبي والأوقات الحلوة اللي كنت بقضيها معاه. وبعدين حماية ندى عليا من بره وأنا سمعته، بس بصراحة ما كنتش عايزة أرد عليه عشان كنت يعني مندمجة قوي في اللي أنا بعمله مع نفسي. طنشته يعني وما رديتش عليه. فلقيت حماية جه وفتح عليا باب الأوضة فجأة ودخل عليا وأنا في الوضع ده. يعني ملحقتش خالص إن أنا ألبس هدومي أو أغطي نفسي بأي حاجة. وقال لي إيه يا بنتي مش بنادي عليكي؟ قلت له كنت هلبس وجاية. فراح قرب مني وقال لي لا خليكي زي ما انتي، ايه الحلاوة اللي انتي فيها دي كلها؟ وراح مقرب مني، وبصراحة ما قدرتش ان انا اقاومه خالص، وحصل ما بين كل حاجة. حسيت ان حماية واخد في اليوم ده حباية كده من اللي بتخلي الرجالة عندهم طاقة، علشان هو خلاني بقيت متفرهدة خالص. مش عارفة ازاي انا سلمتله بالشكل ده. قلت لنفسي ياه، الراجل اللي عنده 50 سنة يطلع أجمد من ابنه الصغير. وبعدين بقيت أنا وحماية مع بعض كده على طول عايشين يعني مع بعض كده في البيت بالشكل الحلو ده على طول. حسيت مع الوقت إن أنا بقيت أنسى جوزي، وبقيت أنسى حبنا، وبقيت أنسى اللي إحنا كنا بنعمله مع بعض. كمان حماية اعترف لي إنه بيحبني قوي، وكمان قال لي إنه ما بقاش يقدر يستغنى عني خالص. وأنا كمان قلت له إن أنا حبيته. تقريبا يعني نسيت جوزي، بس يعني كنت بقولها كده مش من جوايا قوي، لأني برضو كنت بحب جوزي أساساً. أوقات كتير برضو بحس إنه بيوحشني. بعد ما عدى الشهرين كنت كل ما أكلم جوزي في التليفون أقول له تعالى بقى كفاية سفر كده، تعالى وعيش معانا هنا تاني واشتغل جنبنا، انت بتوحشني واللي بيحصل ده ما ينفعش. فهو كان يقول لي اصبري، أنا هبعتلك فلوس كل أسبوع علشان تجيبي اللي نفسك فيه. معلش، أنا هفضل مسافر شهرين كمان واشتغل عشان الفلوس تبقى معانا كتير. وأنا كنت بقوله لا، أنت بتوحشني وعايزاك تيجي. بس هو ما كانش بيسمع الكلام. وحماية طبعا كان مبسوط إن ابنه مسافر كل الوقت ده علشان يعني كان بيعمل كل اللي هو عايزه معايا. لكن أنا مع الوقت حسيت إني غلطانة قوي، وحسيت إني قرفانة من نفسي خالص، وحسيت بالذنب ناحية جوزي. وقلت لنفسي اللي بيحصل ده لازم يتغير، ما ينفعش اللي بيحصل ده. وقررت إن أنا أتكلم مع حماية وأقول له اللي بيحصل ده مش هعمله تاني أبدا، ولازم الموضوع ده ما يحصلش تاني. ولو حماية قال لي لأ واللي بيحصل ده لازم نفضل نعمله، هقول له لأ مش هينفع،
وهحاول إن أنا أتطلق، وكمان هتكلم مع جوزي وأقول له لازم يرجع من السفر ويعيش معايا، وبرضه لو ما وافقش هتطلق منه، علشان يعني بعد الطلاق مع الوقت ممكن ربنا يكرمني وأتجوز واحد كويس وأعيش حياة طبيعية ومحترمة زي أي واحدة طبيعية متجوزة. دي الحكاية اللي كانت معانا النهاردة. يا ريت تساعدوها وتكتبوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وكانت معكم أليشا ستوريز